السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. هاد القصة هادي وقعت في أيام الغزو صدام حسين على الكويت. هاد القصة فيها بزاف ديال الأحداث صادمة وأحداث ممتعة. بلا ما نطول عليكم تبعوا معايا حتى الآخر. كان واحد الشخص كويتي سميتو جابر كان مزوج وعنده 4 ديال الدراري. الأم ديالو كانت الجنسية ديالها عراقية. كان شاري بعض المزارع في العراق. سنة 1990 وقع الغزو ديال صدام حسين على الكويت، والمشكل اللي وقع هو أن جابر في ديك الوقت كان في العراق، وهذا مشكل. وفي ديك الوقت كانت معروفة أن بزاف ديال الكويتيين كيشريو مزارع في العراق، وكانت علاقة ديالهم مزيانة بزاف. جابر كان عنده خوالو في العراق ونصحوه باش يتخبى عندهم بما تسالى هذا الغزو، وفعلا تخبى عندهم. داز الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث ما قدرش انه يصبر. مشى عند خوالو وقال لهم انا لازم نرجع للكويت، شوفوا لي شي حل باش نمشي. خوالو قالوا له مستحيل نخليوك تمشي، لان اذا خرجتي غتعرض حياتك للخطر. قال لهم انا واخا نموت وما نبقاش نتسنى اكثر، لانني انا صبرت اكثر من القياس. المهم بقى مصر على الكلمه ديالو. من بعد ما خوالو عياو ما ينصحوا فيه ما بغاش، هما ينصحوه انه يمشي على طريق السعوديه ومن بعد يدخل للكويت. قال لهم ماشي مشكله واخا. قالوا له رد البال، عندك يمشيو يشدوك، لان اذا شدوك راه غادي يعدموك. فعلا مشى، والمصيبه اللي وقعت انه قبل ما يخرج من المنطقه اللي هو ساكن فيها شدوه وداوه للسجن نيشان. ملي شدوه قالوا له انت كويتي شنو كدير هنايا؟ قال لهم انا الام ديالي عراقيه وانا عندي مزارع هنايا. قالوا له حنا ماشي شغلنا، اكيد انت جاسوس. هنا تفكر النصائح ديال خوالو وندم بزاف. من بعد شهر حكموا عليه بالاعدام. كان غادي يحمق ولكن ما بيدو حيله، وكان كيشوف بزاف ديال الاشخاص كيتعدموا كل نهار، وكان ديما كيتعرض للضرب. وكما كتعرفوا بان النظام ديال صدام حسين كان قاسي بزاف، وكان كيتعرض مسكين للضرب، وكان ديما كيشوف اشخاص كيديهم باش يعدموهم. كان كيقول اكيد انا غادي يجي الدور ديالي. يعني عاش واحد الفتره ديال الرعب، والنفسيه ديالو كانت محطمه بزاف. جابر ما بقالوش بزاف ويتعدم، بقى كيفكر، قال انا غادي نموت. بقى كيسول على شي مسؤول كبير في السجن اللي يقدر يساعده. كانوا الضباط كيضحكوا عليه كيقولوا له واش من نيتك انت محكوم بالاعدام، يعني الحكم جاء من عند صدام حسين، ما عندك حتى شي حل. قال لهم ماشي مشكله، انا بغيت شي مسؤول كبير في السجن، انا بغيت نهضر معاه، حيت كان كيشوف راسو انه ميت. وبقاو ايام معدودات باش يتعدم. بقى كل مره كيقول لهم عيطوا له على شي مسؤول. ملي صدعهم في راسهم هما يمشيو عند واحد العميد. هاد العميد هذا سميتو كريم، كان هو اللي كيتحكم في السجن كامل. كان كل مره الشيفت ديالو شنو كيكون عنده، يا اما الصباح يا اما العشيه يا اما الليل. يعني ملي كيسالي الشيفت ديالو كيدخل واحد اخر في بلاصتو. الضباط وصلوا الهضره للعميد كريم، قالوا له واحد السيد راه مصدعنا، راه بغا يتلاقى معاك. قال لهم علاش، يعني مالو وصلت لهاد الدرجه هادي؟ قال له راه صدعنا، راه هادي مده هو كيقول لنا نتلاقى العميد. قال لهم العميد انا ما يمكنليش نمشي نشوفه، يعني الا كنت غنمشي نشوف شي حاجه تافهه ما غاديش نمشي. قالوا له بانه مصر، راه هادي مده وهو مصر انه يهضر معك. قال لهم ماشي مشكل، يلا نمشيو نشوفه ونهضر معاه. المهم ملي مشى عنده قال له ياك لاباس ديما كتسول عليا، شنو بغيتي تقول لي، شنو هاد الحاجه اللي هي ضروريه؟ قال له واش ممكن نهضروا غير انا وياك، انا بغيت نقول لك شي حاجه على انفراد. قال له ماشي مشكل. فعلا الضباط مشاو بحالهم وبقاو بجوج. قال له العميد كريم يلا هضر، شنو بغيتي تقول؟ قال له
ممكن تساعدني باش نخرج من هنايا؟ انا محكوم بالاعدام. قال له العميد: واش كيسحب لك انا الحكم في يدي؟ انا هذا الحكم جا من عند صدام حسين، يعني ما يمكنلكش انك تبدل الحكم نهائيا. قال له جابر: انا عندي بعض المزارع نقدر نعطيهم لك، ولكن بالمقابل انك تخفف عليا الحكم ولو مؤبد. العميد بقى كيفكر وطمع وبغى يستغله، وعارف بأنه غادي يتعدم، يعني ميت ميت. قال: أرى نستافد ونستغله. وفعلا قال له: واخا أنا غادي نشوف من بعد ونوليو نهضروا. العميد كريم طمع جابر وبغى يستغله. قال له: واخا ماشي مشكلة، أنا غادي نلقى شي حل وإن شاء الله يكون غير خير. هو شنو كان الهدف ديالو؟ أنه يستولى على ديك المزارع كاملة. جابر غادي يتعذب، يعني ميت ميت. قال: أرى هذه هي الفرصة ديالي. العميد كريم قبل ما يمشي قال له: السيمانة الجاية غادي يكون عندي شيفت ديال الليل، وأنا اللي كنتحكم في السجن كامل، وغادي نخرجك من هنايا، وغادي نمشيو نعملوا الإجراءات باش تعطيني ديك المزارع كاملة وتولي في الاسم ديالي، ومن بعد غادي نرجعك للسجن، واكيد غادي نتدخل باش تاخذ على الاقل المؤبد. العميد قبل ما يمشي بحاله قال لجابر: السيمانه الجايه غادي يكون عندي شيفت ديال الليل، وانا اللي كنتحكم في السجن كامل، غادي نخرجك من هنا، وغادي نمشي ونديروا الاجراءات باش تحول لي المزارع كامله في الاسم ديالي، وغادي نولي نرجعك للسجن، وانا غادي ندخل لك باش يخفوا عليك الحكم من الاعدام للمؤبد. علاش جابر كان باغي المؤبد؟ قال: ملي غادي يتسالى هذا الغزو اكيد غادي يخرجوني وغادي يعرفوا الحقيقه كامله. فعلا جا الشيف ديال الليل، وكان العميد كريم هو اللي خدام ديك السيمانه. جا عند جابر وجاب له واحد اللبسه ديال واحد من الافراد اللي كيكونوا كيرافقوه. جابر لبس ديك اللبسه اللي عطاه العميد كريم، وداه معاه للبيت ديالو. هو ماشي بيت عنده، هو عنده قصر صراحة. المهم جابر قال له العميد: غادي تبقى معايا سيمانة كاملة باش نساليو الإجراءات كاملة. وقال له: طلب من خوالك أنهم يوجدوا الوراق وكل شيء. وديك الشيء اللي دار جابر. جابر اتصل بخوالو وقال لهم: وجدوا لي الوراق باش نقدر نكتب هاد المزارع عادو للعميد باش يقدر يخفف لي من الحكم. وديك الشيء اللي داروا خوالو. فعلا بداو الاجراءات. ملي كان جابر غادي يسلم كل شيء للعميد، قال له العميد: لا، انا بغيتك تكتب هادشي هذا كامل في الاسم ديال بنتي، وبنتي سميتها رهف. المهم عطاه الاسم الكامل ديال بنته، وديك الشيء اللي كان حول لها كل المزارع بالاسم ديال رهف. طبعا الافراد اللي كيرافقوا العميد استغربوا، قالوا: شكون هذا الشخص اللي مع العميد؟ العميد كريم رجع جابر للبيت وربط له يده ورجله وحطوه في واحد البيت. كيجيبوا له الماكله باش ياكل، هو يعني ما كيفسخولوش يدو اولا شي حاجه، كياكل بواحد الطريقه، يعني كينزل راسو للارض ويبقى ياكل كانه حيوان مسكين. رهف والام ديالها هما اللي كانوا كيديولو الماكله باش ياكل، وكانت رهف كيبقى فيها بزاف لان كتقول مع راسها: شكون هذا الشخص؟ علاش با رابطو؟ علاش من التوصيات ديال العميد كريم ان الماكله غادي تكلف بها رهف والام ديالها. كان كيبقى فيهم ولكن ما في يدهم ما يعملوا. العائله ديال العميد كريم كانت عندها علاقه صداقه مع عائله صدام حسين. كانت رهف عمرها 20 سنه. هي صابره وهي تسول جابر، قالت علاش با داير فيك هاد الحاله هادي؟ هو يعاود لها كل شيء من الاول حتى الاخر، وبقى فيها بزاف.
وخصوصا انها فيما كتدخل لعندو كتلقاه كيبكي، كيبقى فيها بزاف. المهم ديك النهار تسنات باها احتاجها. ملي جا الاب ديالها، واخا العميد كان قاصح، هي كانت واحد الانسانه كتخاف الله وكانت حنينه. قالت ياك لاباس عاود لي شنو واقع، هاد السيد علاش مخليه عندنا وعلاش رابط له يدو ورجلو. عاود للاب ديالها كلشي وقال لها بانني غير كنستغلو، السي هو محكوم بالاعدام وما عندي ما نعمل له، يعني السيد ميت ميت، قلت ارى نستافد انا من المزارع. قالت له رهف ماشي حشومه عليك، السيد عنده ولادو والزوجه ديالو قريبه تولد وما عنده حتى شي ذنب انه يتحكم بالاعدام. قال لها انا ما عندي ما نعمل له. قالت له لازم انك تلقى شي حل باش يقدر انه يمشي بحالو للكويت. الاب ديالها بدا كيغوت عليها، قال لها ماشي شغلك في هذا الشيء هذا كامل. قالت له اقسم بالله العظيم انه اذا رجع للسجن انا غادي ندير فضيحه، غادي نعيط للابناء ديال صدام حسين وغادي نقول لهم الحقيقه كامله، واكيد غادي تكون انت متورط في هادشي هذا كامل. الاب ديالها قال لها راه ما يمكنش، راه مصيبه اذا ما رجعتوش للسجن، غادي يقلبوا عليه واكيد انا غادي نتورط. قالت له اكيد غادي نلقاو شي خطه باش انه ما يرجعش للسجن، ونقدروا نلقاو له شي خطه باش يمشي بحاله للكويت. الاب ديالها بدا كيغوت عليها، قالت له راه ما يمكنش انني نتنازل على الهضره ديالي، لازم ان هاد السيد هذا ما يرجعش للسجن. كانت عندها واحد الشخصيه قويه وفي نفس الوقت كانت واحد الانسانه اللي هي كتخاف الله وحنينه، والسيد بقى فيها بزاف خصوصا انه مظلوم. الاب ديالها ما لقى ما يعمل، خصوصا انها هداتو انها تعيط لواحد او شي وحده من الاصدقاء ديالها اللي هما ولاد صدام حسين. الاب عيا يفكر ما لقاه حتى شي حل، ولكن رهف واخا كانت صغيره كانت ذكيه بزاف. قالت له انا عندي لك الحل. قالت له عندي واحد الخطه. قال لها شنو هي؟ قالت له ياك دائما كيكونوا اشخاص كيتعدموا، غادي تاخد واحد من ديك الاشخاص اللي كيتعدموا وغادي تحطو في الزنزانه اللي كيكون فيها جابر، وغادي تقول لهم بانه مات موته طبيعيه. فعلا هو يعيط لشي اشخاص كيعرفهم، قال لهم واش كاينه شي واحد يلاه تعدم؟ قالوا له راه كاينه واحد 4 ايام هذه هو عندنا وحنا واحلين به ما عرفنا شنو نديرو. قال لهم خليوه انا نشوف شي طريقه باش يديوه يدفنوه. طلب منهم العميد كريم باش يدخلوه للسجن ويحطوه في الزنزانه ديال جابر، ولكن هادشي هذا فوقاش يديروه ملي غادي يكون الشيفت ديال الليل، حيت العميد كريم عنده الشيفت ديال الليل. وديك الشيء اللي داروه في الصباح، علموا بانهم لقاو الجثه ديال جابر ومات موته طبيعيه. صافي الامور دازت كأن شيئا لم يكن، على اساس انه هو نفس الشخص جابر الكويتي، وداوه ودفنوه. رهف ملي جابت الخبر فرحت بزاف. الاب ديالها قال لها ولكن حطيتيني في مشكله كبيره اكثر من الاولى، حيت اذا تشد غادي نتفضح وغادي نمشيو فيها كاملين. قالت له رهف ما تخافش، اكيد غادي نلقاو شي حل باش نصيفطوه للكويت وما يوقع والو ان شاء الله. رهف مشات عند جابر، قالت له شنو الحلم ديالك؟ قال الحلم ديالي هو انني نشوف ولادي ونشوف الطفل اللي ولدت مراتي، حيت في هذا الوقت غادي تكون ولدت. طبعا رهف ما قالت له والو، خلاتو هكاك. مشات نيشان عند واحد الخادم عندهم في الدار كتثق فيه بزاف، حيت ملي كان صغير كان الاب ديالو خدام عندهم وهو تربى معاهم. المهم قالت له واحد الخطه غادي يديرها، قالت له لازم انك تدي واحد الشخص وتديه حتى للحدود وحتى يمشي يدخل للكويت عاد ترجع بحالك. وقالت له اذا ما وصلش على خير لديك البلاصه كن اكيد ان عائلتك ما تبقاش تشوفهم مره اخرى.
الخادم قال لها كوني هانيه، انا كنحسبكم بحال عائلتي، لازم تثقوا فيا، واي حاجه قلتيها لي غادي نديرها وغادي نطبقها بالحرف. قالت له ما تخافش، انا غادي نعطيك واحد الورقه ديال عدم التعرض، بما انك انت خدام مع العميد كريم فاكيد ما غاديش يوقفوك نهائيا باذن الله. رهف ملي دارت هادشي هذا كامل وتاكدت ان الخادم هو اللي غادي يدي جابر، مشات بالزربه عند جابر وفسخت له يده وخلت رجلو مربوطين. المهم داتو للصالون، مشات هي باش تجيب واحد العباية وشي غطاء للرأس باش يتخبى أو يتنكر بأنه امرأة. المهم مشات رهف وهو بقى جالس في الصالون كيفكر شنو ناويين يعملوا بيا. بقى كيفكر قال هادو اكيد غادي يرجعوني للسجن وانا ما بغيتش نرجع، كنتمنى انني نشوف ولادي. المهم بقى جالس كيفكر هو يقول ارى نخلي رهف رهينة عندي، علاش ما ناخدش شي حاجة اللي نقدر نهددها بها، والاب ديالها ملي غادي يشوف ان بنته في واحد الخطر يقدر انه يخليني نمشي. المهم مشى لقى واحد المزهرية قدامه وهزها وهرسها. المشكل اللي وقع هو انه ملي جا باش يهز واحد الساجة من ديك المزهرية اللي هرس هو يجرح يدو واحد الجرح عميق وبقى كينزف بزاف. في هاد اللحظة هادي جات رهف ملي شافته في ديك الحالة بقات كتبكي. قالت له علاش بغيتي تعمل في حق راسك هادشي هذا؟ واش بغيتي تنتحر؟ واش انا دايره المستحيل باش نرجعك بحالك تشوف ولادك على خير وبخير؟ قال لها علاش ياك نتوما كنتو ترجعوني للسجن؟ قالت له لا، انا تفاهمت مع با على واحد الخطه باش نرجعوك بحالك للكويت. بقات كتمسح له الدم من يدو وهو مصدوم فيها. قال كيفاش هاد الانسانه هادي كانت باغيه لي غير الخير وانا كنت غادي نأذيها، ولكن هو معذور لانه كان كيشوف الموت ما بين عينه. وعودت له الخطه كامله اللي غادي يديرو. فعلا ملي وقف النزيف لبساتو العبايه وغطت له راسو وقالت له سير، اكيد غادي تمشي في امان، ما تخاف من حتى شي حاجه، ولكن باش نتاكد انك وصلتي على خير ملي توصل الحدود الكويتيه العراقيه اكيد غادي تقول للخادم انه يقول لي هاد الشعر هذا من بعد ما نحفظك انت. ملي توصل تما قول له هاد الشعر هذا باش ملي يرجع لعندي نعرف بانك وصلتي على خير وبخير. وبقى كيشكرها بزاف، قال لها انا ما عمري غادي ننسالك هذا الخير في حياتي كامله. رهف قالت لجابر ملي توصل للحدود قل هذا الشعر هذا للخادم باش ملي يرجع لعندي يقول لي الشعر نعرف بانك وصلتي على خير وبخير. توجه جابر مباشره للسياره ديال الخادم ومشاو مباشره للحدود الكويتيه العراقيه، والحمد لله ما وقع لهم حتى شي مشكل وما وقفهم حتى شي واحد. ملي وصل للحدود قال الخادم هذاك الشعر اللي قالته له رهف ومشى بحاله ودخل الكويت. ملي دخل الكويت وقفوه السلطات الكويتيه وتاكدوا بانه كويتي وانه كيقلبوا على بزاف ديال الكويتيين كانوا في العراق ومن بيناتهم جابر. توجه نيشان للبيت ديالو وفرحوا ولادو بزاف والزوجه ديالو. لقى الزوجه ديالو ولدت بنت سماتها اسر، قال لها لازم انني نبدل لها هذا الاسم هذا. فعلا الاسم اللي غادي يسميها في نظركم شنو هو؟ رهف. الزوجه ديالو قالت له علاش تسمي رهف؟ قال لها هذا الاسم هذا عجبني وصافي غادي نسمى، ما عاود لهاش التفاصيل كامله. الخادم رجع عند رهف وقال لها بيت الشعر، وهنا تاكدت رهف انه وصل جابر على خير وبخير وارتاحت بزاف وفرحت. رهف مشات عند الاب ديالها وقالت له ها شنو كاين. هنا العميد كريم ارتاح من هاد الناحيه هادي، لان لو كان حصل جابر كانوا غادي يمشيو فيها كاملين.
باش تعرفوا أن رهف قلبها أبيض وفيها الإنسانية وإنسانة كتخاف الله سبحانه وتعالى. رجعت جميع المزارع للاسم ديال جابر مرة أخرى. جابر كان كيتصل مرة بخوالو وكيسولهم على الأحوال ديال العائلة ديال رهف، وخصوصا كيسول على رهف وما قدرش أنه ينسى الخير اللي دارت فيه. دازت مدة طويلة وباقي جابر كيسول في رهف، ما قدرش أنه ينسى الخير اللي دارت فيه. قالوا له خوالو بأنها تزوجت بواحد من الجماعة ديالهم. رهف كانت مزوجة بواحد من الجماعة ديالهم، ولدت منه ولد من بعد 12 عام ديال الزواج. المشكل اللي وقع من بعد سقوط ديال صدام حسين، قتلوا الزوج ديالها وجميع أفراد العائلة ديالو، ومشاو للبيت ديال رهف وقتلوا الأم ديالها والأب ديالها. طلقوا عليه واحد الرصاصة وجاتو في الظهر، ما ماتش ولكن تشلل. رهف لحسن الحظ أنها ما كانتش في البيت ديك النهار. خافت بزاف على ولدها، حيث إذا جابوا الخبر أنه ولد العدو ديالهم أكيد غادي يقتلوه. وهي تصيفطو مع واحد الخادم كتثق فيه بزاف، وقاتلو ديه عند واحد خالتي جات بعيدة في واحد البلاصة، يعني في واحد المدينة في العراق ولكن جات بعيدة، باش تأمن على ولدها. وفعلا داها الخادم ووصل على خير وبخير. هنا رهف عاشت واحد الأزمة، لأن تقتلت الأم ديالها والأب ديالها مشلول، والمشكل الكبير هما أنهم خداو لهم حتى البيت لأنه كيعتبروه بيت حكومي. يعني هنا رهف ما لقات فين تمشي من غير كان عندهم واحد البيت قديم يعني كيتسمى مهجور، مشات سكنت فيه هي والأب ديالها. والمشكل هي أنها ما عندها ما تاكل ما تشرب، بقات كتبيع بعض الذهب كان بقالها، بدا كيتسالى ديك الذهب وبداو كيساليو المصاريف. هنا جاب الخبر جابر هذا المشكل اللي وقع كامل وتأسف، وبقات فيه رهف بزاف، وطلب من خوالو انهم يمشيو يقلبوا عليها يشوفوها فين هي. رهف كانت كتمشي للسوق وكتبيع الخضره باش تقدر تجيب ما تاكل هي وباها، واصلا هي كانت كتخاف على باها بزاف انهم يتعرفوا عليه، حيت اذا تعرفوا عليه فاكيد غادي يقتلوهم بجوج. خوال ديال جابر ملي ساقوا الخبر انها في السوق وكتبيع الخضره، وصلوا الخبر لجابر. جابر بقى فيه الحال بزاف، قال لهم انا غادي نعطيكم واحد المبلغ ديال الفلوس وغادي تديوه لرهف، انا بغيت نعاونها لان هي ما نساش الخير ديالها اللي دارت فيا كامل. فعلا داو لها واحد المبلغ وقالوا لها هذا من واحد الشخص كيعرف الاب ديالك، وقالوا له واحد الاسم. المهم ما بغاتش تشد في الاول، بقاو مصرين عليها حتى خدات ديك الفلوس. خوال ديال جابر قالوا له بانها هي ساكنه في واحد البيت مهجور وفي واحد الحاله يرثى لها. قال لهم لازم انكم تشوفوا شي حل تجيبوها عندكم للمزرعه، لان تما غادي تكون في امان وانتم غادي تكونوا يعني كتراقبوها وكتهتموا بها باش تكون في امان اكثر. وديك الشيء اللي داروا. في الاول كانت رافضه رهف ولكن كانوا مصرين. قالت لهم انا بغيت نعرف شكون هذا الشخص هذا. قالت لهم لازم انني نعرفه ولازم انني نشكره على هذا الشيء اللي دار معايا كامل. فعلا رهف مشات للمزرعه وشافوا له واحد البيت تما وجلست هي وباها في الامان. رهف كانت كتعاود الخوال ديال جابر انها خايفه على ولدها بزاف. قالت لهم كنتمنى انكم تمشيو تشوفوا لي ولدي واش على خير وبخير. فعلا مشاو. ملي مشاو لقاو بان خالتها ماتت والزوج ديالها دا ولادو وولد رهف وسافر للسويد. ملي رجعوا خوالها عند رهف وقالوها لا، قالت لهم احسن حاجه اعملها باش ولدي يبقى في امان. وهذا الخبر هذا لقاوه عند الجيران ديال خالة رهف، ولقاو النمره ديال الزوج خالتها اللي في السويد، وخداو النمره وعطوها لرهف.
رهف اتصلت بالزوج ديال خالتها وطمأنت على ولدها، قال لها ولدك على خير وبخير، وكنتمنى انك تلقاي شي طريقه كيفاش تجي للسويد، من الاحسن ما تبقاش تما. طبعا اخوال ديال جابر قالوا له هادشي هذا كامل، قال لهم حاولوا انكم تلقاو لها شي جواز هي والاب ديالها ونطلعوهم من العراق. ملي قالوا هاد الهضره هذه كامله لرهف قالت لهم مستحيل، لان حنايا اصلا كيقلبوا علينا. تاني حاجه خصنا اموال طائله. هما يعلموا جابر بهادشي هذا كامل، قال لهم ماشي مشكل، حاولوا انكم تشوفوا كيفاش ديروا تخرجوا لهم جوازات، وانا غادي نخلص ولو نحط الثروه ديالي كامله باش يقدروا ياخذوا ديك الجوازات ويمشيو للسويد. طبعا جابر ما قادرش ينسى الخير اللي دارت فيه رهف ونقذاته من الموت، ومستعد انه يعطي الثروه ديالو كامله باش انه يساعدها. وديك الشيء اللي كان، خرجوا لهم جوازات السفر هي والاب ديالها ومشات للسويد. رهف كانت ديما كتسول على الشخص اللي كان كيساعدهم، وكانت ديجا قالوا لها الاسم ديالو وبانه الصديق ديال الاب ديالها. ملي مشات عند الاب ديالها قالت له الاسم، قال لا انا ما عرفتوش شكون هذا الشخص هذا. هنا رهف قبل ما تمشي للسويد، لأنها استغربت أن هذا الشخص هذا دفع هذه الأموال الطائلة باش تخرج رهف والأب ديالها من العراق، فكانت مستغربة. قالت لهم لازم أنني نعرف شكون هذا الشخص، لازم أنني نشكره، لأن هذا الشيء اللي دار فيا ما عمري ننساه. ومسكينة يعني كانت كتقولها بواحد الطريقة يعني متأثرة، وكانت كتبكي. قالوا لها خوال ديال جابر واخا غير تسناي حنا غادي نقولوا لك شكون هو هذا الشخص هذا. ومشاو اتصلوا بجابر وقالوا له بان رهف مصره بغات تعرف شكون هذا الشخص اللي عمل فيها هذا الخير كامل، لان مستحيل في هذا الوقت تلقى شي واحد يعمل معها هكا. قال لهم ماشي مشكل، قولوا لها جابر الكويتي، واصلا انت الخير ديالك سابق ونقذتيني من الموت. ومشاو عند رهف وقالوا لها كل شيء. استغربت، قالت يعني هاد الشخص هذا كيفاش ما نساش الخير؟ بقات كتبكي وتأثرت بزاف. قالت له حتى هو ما عمري نسالو الخير اللي عمل فيا. قبل ما تمشي للسويد خدات النمره ديال جابر واتصلت به وشكراتو وقالت له انا ما عمري نسالك هذا الخير هذا. قال لها الخير ديالك سابق. المهم ملي مشات للسويد اتصلت به مره اخرى وشكراتو وبقاو على تواصل، وعاود لها التفاصيل كامله ملي وصل للكويت، وبان بنته سمات مراته اسر وبدل لها الاسم لرهف. المشكل اللي وقع هو انه المراه ديالو جابت الخبر. كيفاش جابت الخبر؟ الزوجات ديال خوال ديال جابر واحد المره كانوا كيهضروا في التليفون وعاودوا لها كلشي. المراه ديالو جاها انهيار عصبي ملي عرفت التفاصيل انه كيصرف عليها وبانه يصرف اموال طائله باش تخرج من العراق. المشكل اخر هو انه بدل الاسم ديال بنته الاسم رهف. هنا ما قدرتش تصبر وحلفت انها دير له شي مشكل كبير، لدرجه انها كانت باغا تعمل له شي مشكل باش تدخله للحبس. وهو جاب الخبر لهذا الشيء هذا كامل، وقع بيناتهم نزاعات. المهم هي مشات للدار ديال الاب ديالها وطلبت منه الطلاق. هو كان مصر انه يعني ما يشتتش الاسره ديالو، ولكن هي ما قدرتش تصبر ومشات بحالها. ولادو ملي ساقوا الخبر وعاود لهم التفاصيل كامله على ان ديك الانسانه عملت فيه الخير وهو غير رجع على ديك الخير اللي دارت فيه. تفهموا، ومن بعد ملي المراه ديالو مشات للدار ديال الاب ديالها رفعت عليه الدعوه ديال الطلاق. هي ما يحاول انه يردها وما بغاتش، وفعلا طلقوا. جابر كانت النيه ديالو انه يعمل الخير ويرجع ولو شويه من الخير اللي دارت فيه رهف. جابر كان مره كيتصل برهف وكيسول عليها واش محتاجه شي حاجه او لا، حيت واخا دازت مده طويله باقي متاثر ان كيفاش
واش باقي شي انسان في هذه الحياة يقدر يدير هذه المغامرة كاملة ويغامر بحياته وبعائلته باش انه ينقذني؟ ما قدرش انه ينسى نهائيا. واحد المرة قرر جابر انه يمشي للسويد ويتلاقى مع رهف ويشوف ولدها. جابر مشى للسويد وتلاقى مع رهف. ملي رجع للكويت بقى كيفكر، قال علاش ما نتزوجش بها؟ يعني هاد الانسانه اللي دارت فيها هذا الخير كامل هي اللي صالحه لي وهي اللي غادي نتزوج بها. وطلب الزواج من رهف. هو ما كانش في الاول باغي يتزوج بها ولكن الاقدار، وفعلا رهف حتى هي وافقت. فعلا تزوج بها وعاشوا حياة سعيدة. هنا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال القصة. كنتمنى أنها تعجبكم. السلام عليكم.